السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء النور على أغلى وأعز مشتركات على قلبي. وش راكم خياتي؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية، ويلقاكم لا فيديو تاعي كامل هانيين يا رب. وحبيت نشكر كامل المشتركات الجدد اللي انضموا للقناة، وتانية المشتركات العزيزات على قلبي اللي كانوا معايا من بداية القناة. نقول لكم شكرا حبيباتي على التعليقات تاعكم وعلى اللجام تاعكم اللي دايما تخلوهم لي، وربي يحفظكم ويخليكم ليا، وربي يعطيكم كامل واش راكم متمنين. الروتين تاع اليوم راح يكون بزاف متنوع كما يحب خاطركم وكما والفتوني. كما شفتوا خياتي، اول حاجه بديت بها الصباح غير نط محمد كان قهوه، قال لي بلي حبيت نعوم، درت له هذيك الباسينه الحمراء الكبيره وحطيته في الصال دو بان، خليته يعوم عام حتى كره. ومن بعد كي كمل سيحنا هذيك الباسينه كما شفتوا خياتي، وقلت له جبد هذاك الماء، لازم انت تجبدو وحدك. قعد غير يجبد ساعه باش كمل، وكي قرب يكمل كما شفتوا ديرونجاتو هذيك الباسينه ضربها وبدا يحرش لها. كيما شفتوا خياتي محمد يقتل بالضحك، يدير واحد لي جيست ديال البنات من داك، ولا غنقعد حيره كيفاش يديرهم. قاعد يضارب مع هذيك الباسينه ويعرش لها. ومن بعد خياتي خليته يلعب في الصال دو بان بالماء. كنت عارفوا الدراري يحبوا بزاف يلعبوا بالماء، سورتو كيما يروحوش هكذا للبحر. صراحه قلت له اليوم معليش، اليوم الخميس جوز النهار في الماء في الباسينه عوم، وغدوه ان شاء الله الجمعه نديك للبحر. غدوه ان شاء الله صباح ربي نصبحوا في البحر. كما قلت لكم خياتي، خليت محمد يلعب في الصال دو با، ورحت غسلت التواليت اكرمكم الله. كما شفتوا غسلت له كامل الحيوط حتى للسما ومام البلافون. ومن بعد قعد لي هذاك القطره تاع الماء الفوق في البلافون، كيف جبت نشاف عصرته تري بيان وجوزت له، مسحت الباب كما وريت لكم. تاني الباب كان فيها الماء، كي شللتها قعدوا فيها هذوك القطره تاع الماء، لازم نجوز لها مسحه باش يروح لها كامل هذاك الماء. ومن بعد غير كملت مع التواليت اكرمكم الله، جيت لهنا للصال دو بان كملتها كيف غسلت لها لافابو، غسلت لها المرايا، غسلت لها كل حاجه، ومسحت كامل هذوما لي برودوي اللي راكم تشوفوا فيهم. كان لي برودوي اللي خلاصوا لي رميتهم، وكان لي برودوي اللي عاود شريتهم عاود حطيتهم في بلاصتهم. فوالا خياتي، محلى نقى لو كان يبقى كما قالوا الناس بكري، دائما توقفوا على حاجتكم باش تقعد لكم نقيه، وتحافظوا عليها. تاني تتعلموا ولادكم يحافظوا على الحاجه تاع الدار باش تشد لكم سنين ومنين كما يقول لك، ماشي عام ولا عامين تخسر لكم هذيك الحاجه. لهنا خياتي بعد ما كملت مع محمد جيت درت روتيني صراحه مع هاد السخانه ما يليق غير تدويشه، درت فيها تدويشه خفيفه، وجيت لهنا باش نعتني بوجهي. كما راكم تشوفوا خياتي غسلت وجهي بهذاك الغسول تاع الوجه. تقدروا تستعملوا اي غسول يخرج على وجهكم ولا على نوع البشره ديالكم. ومن بعد جبت هذا خياتي الطالك تاع انشانتور، ريحته يا البنات بزاف هايله. ديروا في ليزيسال ديالكم، ديروا في الجسم ديالكم، بعد ما ديروا لولي دكور ديروه ويخلي لكم ريحه بزاف شابه. رطبت الوجه ديالي بهذيك لا كريم تاع نيفيا سوفت، بزاف هايله يا البنات، ترطب لكم الوجه ديالكم سوبر بيان وما تخليه لكمش كامل مزيت. مشط شعري كما راكم تشوفوا، استعملت هاد لابغوس بزاف هايله ما تقطع لكمش كامل شعركم، وكي تمشطوا بها تحسوا وحدكم راكم ديروا مساج لفروه الراس ديالكم. وما تنساوش خياتي اللمسات الانثويه اللي دائما ننصحكم بهم ونقول لكم ما تغفلوش عليهم، اعتنوا بالانوثه ديالكم وسيو كيفاش ابرزوها. درت شويه هذاك الفاغاجو في خدودي، حمرتهم شويه ديجا بلا ما نحمروا خدودنا مع هاد السخانه، رانا كما يقول لك الواحد رانا حموره طوماطيشه. مي هكاك نحبوا نديروا هاد الاضافات. درت فيها غوج على لافغ. ومن بعد جيت لهنا باش نطيب. صراحه يا البنات اليوم الخميس قلت غدوه ان شاء الله الجمعه ورانا رايحين نروحوا للبحر، قلت بلي ما عنديش الوقت باش نطيب، دونك قلت اليوم نطيب العشاء ويقعد لي كيف الغدا الغدوه ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا خياتي انا راني نطيب، وموموح راهو يطيب معايا، نقى معايا الخضره، غسل معايا الجاد، سكتوا يا البنات ولا يعاونني في كل حاجه. والله يا البنات الحاجه اللي نجي نديرها يحب يرمي يدو فيها ويحب يدخل روحه في هذيك الحاجه. والله يا البنات هاد الخضره اللي راكم تشوفوا فيها انا نقشر فيها وهو يقول لي نقشر معاك، نرفد الموس نعطيه له، نشد له يدو ونخليه هو يقشر، وانا خايفه يا البنات يقيس روحه بالموس ولا يجرح روحه. واش نحكي لكم يا البنات، مي تعجبني في هاد العقليه تاع يحب يدخل روحه، زعما كي يلعب لي جوي ديالو ويكمل يروح يرفدهم يرجعهم لبلاصتهم. المهم يا البنات
اذا كانوا ولادكم صغار سيو كيفاش تزرعوا فيهم هاد العاده من صغرهم. كما شفتوا خياتي قليت هذاك الدجاج تري بيان، كي تقلى لي زدت له لي زيبيس خليتهم تقلاو شويه، ومن بعد مرقت بما سخون. ولا هنا درت الخضره اللي كنت قطعتها كما شفتوني، كما القرعه خليتها شويه كبيره كما على بالكم، القرعه بالخف يدخل لها طياب. لهنا زدت الحميصه وجيت باش نغلق على لا كوكوت. لهنا خياتي تانيت عندي هاد الحميصه قلت نديرها في بواط مونجي ونحطها في الكونجيلاتور باش خطره واحده اخرى كي نجي نطيب بها نلقاها واجده. صراحه يا البنات تفكرت هاد الدقيقه الاخرى البارح في الليل، رحت شمختها على خاطرش كنت دايره ببالي بلي نهار الجمعه باش نحتاجها، وبعد كي تفكرتها ليله الاربعاء رحت نتجري شمختها. قولوا لي البنات نتوما واش طيبوا نهار الجمعه؟ اسكو طيبوا اي اكله هكذا نورمال، ولا طيبوا اكلات تقليديه، طعام ولا شخشوخه ولا رشته ولا اي حاجه هكذا تكون تقليديه؟ صراحه احنا في دارنا عند ماما والفنا من بكري دائما نهار الجمعه نديروا اكلات تقليديه في الفطور، واذا قعدت لنا العشاء قعدت، واذا ما قعدتش نزيدو نطيبوا حاجه واحده اخرى. كما اليوم حبيت ندير رشته كما راكم تشوفوا. هاد الرشته يا البنات عجبتني، جايه بزاف هايله، ما فيهاش كامل هذاك تكتلات، ومام السميد ديالها جاي بزاف شباب، ماشي هذيك اللي تتعجن ولا تخسر لكم كي تكونوا تشمخوا فيها. شوفوا خياتي انا الطريقه ديالي، هاد الرشته كي جبتها قطعتها شويه باش ما تجينيش طويله بزاف، ماشي بزاف قطعوها غير شويه، سينو اذا قطعتوها بزاف راهي رايحه تتفتت لكم بعد ما تفور وتجيكم هكذا صغيره. اول حاجه درتها كما شفتوا درت لها الملح ودرت لها الزيت كما راكم تشوفوا خياتي، ومن بعد نخلي هذاك الزيت نخليها تتشربوا ونحطها في الكسكاس ونبدا نفورها 3 تفويرات. مور التفويره الاولى نشمخها بكاس ماء ونخليها تشرب هذاك الماء تري بيان، ومن بعد نزيد نفورها التفويره الثانيه ونزيد نشمخها بكاس ماء واحد اخر نخليها تتشربوا، ومن بعد نزيد نفورها، وفي الاخر كامل ندير لها الزبده. لهنا خياتي كما راكم تشوفوا المرقه ديالي كانت طابت، طفيت عليها وجبت لهنا الرشته ديالي باش نحلها ونشمخها بكاس ماء كما قلت لكم. كما قلت لكم خياتي دائما سيي كيفاش نهار الجمعه ندير اكله تقليديه، سيو ولادكم من صغرهم يتلايموا، على الاقل اذا ما تلايموش في الايام الاخرى تاع الاسبوع يتلايموا نهار الجمعه مع العائله كامل، الخواتات مع الخاوه مع الاب مع الام، باش ديروا فيهم تزرعوا فيهم هذيك العاده من صغرهم تاع اللمه العائليه. كما على بالكم في الاسبوع كاين اللي يكونوا يقراو، كاين اللي يكونوا يخدموا، كاين اللي ما يكونوش في الدار. من نهار الجمعه اغلب العائلات الجزائريه ولادهم ولا الازواج ديالهم يكونوا في الدار، ابار اذا كانت عندهم خدمه ولا كاش حاجه واحده اخرى. وتنخياتي سيو كيفاش نهار الجمعه ما ديروش هذاك الغران ميناج ولا تروحوا تجبدوا خزانه تطووها، ولا المهم ديروا هذاك الشغل اللي يكون بزاف ياخذ الوقت بزاف. سيو كيفاش تفرغوا لولادكم، تفرغوا الازواج ديالكم، خرجوا حوسوا بدلوا جو. راكم تعرفوا يا البنات ماشي نهار كامل وانتوما الاسبوع كامل وانتم لاتين مع الشغل، زيد تجي الجمعه الزوج يجي روبوزي ولا الاولاد يقعدوا في الدار، تنوضي تزرزقي تنوضي تخدمي، راكم تعرفوا ما يكونوش الاز. دونك خياتي الويكاند دائما خلوه باش تعيشوا اللحظه مع اولادكم ولا باش تخرجوهم ينحوا على خاطرهم ويعيشوا هذوك الاجواء السعيده مع الوالدين ديالهم. وهادو هما الاجواء ولا اللحظات اللي قعدوا شافين عليهم اولادكم، ما يشفاوش على هذاك الشغل اللي كنتو ديروه ولا على هذيك الدار اللي كنتو ضلوا تجروا موراها ولا على هذوك الهموم تاع الدنيا اللي تكونوا ضلوا تجروا موراهم. لهنا خياتي كما راكم تشوفوا وجدت لي الرشته ديالي طابت بسم الله ما شاء الله. كما راكم تشوفوا جبت هذه الجفنه اللي نحبها بزاف يا البنات، هذه جايه شغل سوبيير، جايه جفنه وعندها لقطه ديالها نحطوا فيها الاكلات التقليديه ولا تانيت اي حاجه تاع مرقه. شوفوا خياتي لهنا حبيت نوريكم الحنه اللي كنت درتها في عاشوراء، قولوا لي نتوما اسكو درتو ولا لا. كنت شاركتكم في الفيديو اللي فات كي درت الحنه وقلت لكم ديروها ونووا حاجه تاع خير باش ربي ان شاء الله يحققها لكم. واي وحده دارتها ولا تمنات ولا صامت وتمنات امنيه ربي ان شاء الله يحققها لها ويوصلها لهذيك الحاجه اللي راهي متمنيتها. واي وحده ما عندهاش دراري ولا ماشي متزوجه ولا الزوج ديالها خاصو عامل ولا هي خاصها عامل ولا عندها اي حاجه من عند ربي سبحانه، نتمنى ان شاء الله ربي يرزقها بهذيك الحاجه اللي راهي متمنيتها. وما تنساوش خياتي
تكثروا من الدعاء والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتاني تكثروا من الاستغفار ملي تنوضوا من الصباح حتى لليل خياتي، وانتوما تعطروا في اللسان ديالكم بالذكر وبالاستغفار. انت ديري في الشغل وانت استغفر الله استغفر الله، انت طيبي، انت مريحه متكسله، ماشي نهار كامل نتوما شادين هذاك التليفون وتتصفحوا فيه من موقع لموقع. كما على بالكم مواقع التواصل الاجتماعي ياخذوا لنا بزاف الوقت في لا جورني ديالنا. دونك خياتي سيو كيفاش تقربوا من ربي سبحانه وتعالى وتطلبوا منه هذيك الحاجه اللي راهي في خاطركم ولا اللي راكم متمنين ربي ان شاء الله يحققها لكم. فوالا خياتي هذه هي الجفنه اللي كنت شاركتها معكم واحد الخطره في مشترياتي. صراحه عجبتني، قلت اذا لقيت هذا الموديل نزيد نشري واحده اخرى كبيره عليها شويه، ما لقى ليهم يجوا شويه غاليين، مي صراحه يا البنات تستاهل البري ديالها. لهنا خياتي الحشيه كامل كي برد الحال شويه مور العصر قلت هذيك هي نروح نبدل الفراش. صراحه يا البنات كما قلت لكم ما نقدرش كامل نخدم مع الصباح، نخلي ديما الشغل مع العشيه. كما شفتوا خياتي وريت لكم يدي وين كان مفتوح ودرت الحنه، صراحه كانت توجعني بزاف هذيك الفتحه، وكي درت الحنه تكلمات شويه وراهي تبرى بالخف. الحنه بزاف مليحه كما على بالكم عندها بزاف فوائد، سورتو المراه اللي تكون مزيده للنفس. لهنا خياتي كما راكم تشوفوا بدلت الفراش صراحه من داك هكذا كي تكون عندك نفسيه تاعك تعبانه ولا غير تبدلي الفراش ديالك ولا تروحي تلبسي لبسه تبدلي اللباس ديالك المورال ديالك يطلع. وانا يا البنات من النوع اللي كي ندير اي تغيير في المنزل ديالي يا لو كان بسيط يا لو كانت تجبدي دار يكون عندك ولا فراش يكون عندك ولا اي جبه تكون قديمه وعندك، المهم تكون نقيه وشابه وتلبسيها النفسيه ديالك راهي رايحه تتغير. انا صراحه من هذا النوع اللي الحاجه هكذا كي نبدلها تلعب لي على النفسيه ديالي. بدلت الفراش تاع البنك ديالي وقلت خلي غدوه ان شاء الله كي نجو نهار الجمعه كي نجو من البحر باش نغسل هذا الفراش مع الحوايج اللي نكونوا نحيناهم كي نكونوا جينا من البحر. وكما شفتوا خياتي حبيت نفكركم باللي اذا كنتوا تخرجوا في الدار وكان عندكم اسباس تخرجوا فيه وتقيسكم شميسه لازم ديروا ايكران توتال باش تحموا لابو ديالكم. كاين اللي تجي انفيزيبل وكاين تجي تانتي كما هذه اللي كنت وريتها لكم باش تحافظوا على البشره ديالكم، سورتو اذا كنتوا تاني تخرجوا لبرا ما تنساوش خياتي باش ديروها باش ما يجوكمش هذوك لي طاش في وجهكم وما يخلي لكمش هذوك الاثار تاع الخمار، سورتو اللي دايرين خمار كما على بالكم يقعدوا لنا هذوك لي تراس تاع الخمار اللي يفسدوا لنا كامل المنظر تاع الوجه ديالنا. لهنا خياتي كانت عندي خرجه حبيت نشارككم واش كنت رايحه نلبس. الزوج ديالي صاحبو اختو كان جابت البيام كان عرضنا للحفله، قلت نلبس حاجه سامبل ماشي حاجه تكون شارجي. خيرت هاد لا جيب اللي جايه شويه قصيره مع هاد البول اللي جاي في النوار، وتانيت هاد الساك صغير اللي جاي بزاف كيوت مع هاد لي سكاربان اللي جاي في النوار جاي اوندا كيما هاد البتيسا كيما راكم تشوفوا خياتي حاجه سامبل. وكيما على بالكم هذه ماشي مناسبه كبيره ولا صراحه يا البنات هاد الدقيقه راني نوجد فيه روحي وقلت ندير لكم لافوا اوف باش اومو نحط لكم الفيديو اليوم الخميس في الليل اذا كتب ربي، واذا ما كتبش ربي وما كملتوش غدوه ان شاء الله نهار الجمعه نحطه لكم. المهم خياتي انا نروح نكمل نوجد روحي باش نروح، وانتوما تهلاو لي فروحتيكم وما تنساوش تهلاو فروحتيكم وتمدوا وقت لانفسكم وتعطروا انفسكم. نحبكم.